السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات جنات الجلالية. نتمنى أنكم بخير وعلى خير أحبتي في كل مكان وفي صحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيتكم بهذه الوصفة جديدة نتمنى أنها تعجبكم وتنال رضاكم، وهي تيراميسو الشموع. إذن مباشرة نروح للوصفة. قبل ذلك نسمو بسم الله ونصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، بلا ما تنسوا الإعجاب والاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد بحول الله. إذن في إناء جبت 2 كيسان نتاع الكريمة سائلة اللي تكون فايتة المادة الدسمة فيها 30%، وتقدروا تعوضوها بالغبرة، يعني شونتي غبرة مع كاس نتاع الماء أو كاس نتاع حليب يكونوا باردين بزاف ونطلعوهم. إذن ضفت علبة نتاع الماسكربون الجبن، تقدروا تعوضوها بأي جبن، المهم ما يكونش مالح فقط. هنا ضفت 2 مغارف نتاع السكر الرطب أو سكر غلاس، وخلطت جميع المواد مع بعضها حتى انسجموا، وكونت لي هذه الكريمة اللي تكون حاكمة روحها بزاف كما راكم تشاهدوا في الصورة. هنا بعد ما طلعت لي الكريمه نتاعي وكانت ثقيله نوعا ما كما راكم تشاهدوا، واش ضفت لها 2 علب نتاع فلان بذوق الكراميل. هنا راني حضرت القهوه، حطيتها بجانب مع البسكوي والمول اللي رايحه ندير فيه التيراميسو نتاعي. اذا هنا ضفت الفلان بذوق الكراميل للكريمه نتاعي، كانت شوية هنايا باش تكون تكفيني وتعطيها ثاني ذوق مليح، بما أننا ما درناش السكر كما راكم تشاهدوا، درنا 2 مغارف فقط. هنا زدتها في الحلاوة وطلقتها شوية شوية ليجي. شوفوا كيف جات الكريمة نتاعي ليجي وحاكمة روحها في نفس الوقت، جات هايلة. إذا هنا نبداو نديرو التيراميسو نتاعنا. رايحين نغطسو الحبات نتاع البسكوي، يعني داخله وخرجه 2 مرات هكذا فقط، كافيه باش ما تجيناش مشمخه ياسر وتعود الماء من بعد ما تنشفناش مليح. إذا نسدها في البسكوي نتاعي كما راكم تشاهدوا في الصورة. ندير طبقة كاملة ونسيي ما نخلوش الفراغ بين البسكوي والحبة تاع البسكوي والحبة الأخرى. بعد ما نكمل الطبقة الأولى نروح نجيبو الكريمة نتاعنا ونديرو طبقة فوقها، نسقموها يعني بالمغرف فقط، رايحة تسقم يعني مليح، وما نخلو نسطحوها، نديرو السطح يعني معتدل باش ما تجيناش جهة طالعة وجهة هابطة. نسقموها مليح بالمغرف ولا بالسباتول. وهنا نديرو الطبقة الثانية كما راكم تشاهدوا كما درنا الطبقة الأولى. هنا ستفنا الطبقة الثانية ونزيدو الطبقة الثانية نتاع الكريمة والأخير. هنا اللي حاب يدير في هنا فوق يعني بنان ولا كاش فواكه اللي يحبها تقدروا تزيدوها. انا درتها سامبل كما راكم تشاهدوا فيها، يعني عادية. نروح نحطوها في الثلاجة لمدة 6 سوايع على الأقل. أنا للأمانة حطيتها ليلة كاملة، يعني درتها في الليل وخليتها حتى الصباح باش زينتها. هنا جبت لي فيغي نتاعي باش ندير فيهم ثاني كيما التيراميسو نتاعي، يعني في فردية. هنا جبت لي فيغي نتاعي، درت طبقة لبس بها من البسكوي اللي قطعته قطع صغيرة في البداية وشمخته بالقهوة. تقدروا تشمخوا حتى بالحليب وحده ولا كما تحبوا، شربات ولا اللي حب حاجة، المهم تشمخوها شوية
ديروا طبقة، ثم الطبقة الثانية نتاع الكريمة. بعد ذلك درت أنا الحبة نتاع البنان، قطعتها قطع صغيرة ودرت طبقة ثانية بالبنان، ثم خطيتها بالكريمة كما راكم تشاهدون. نسقمها مليح ونضعها ثاني في الثلاجة باش تبرد، وزدتها طبقة ثالثة بالبسكوي، ثم طبقة خفيفة متاع الكريمة، وهكذا حتى كملت ليفيغين تاوعي كامل. يعني رجت ما شاء الله كمية كبيرة. أنا مسحت ليفيغين تاوعي مليح، وهنا شوفوا الطبقات ما شاء الله جاو هايلين، والبنة ولا أروع، والله أحسن من اللي نشروه من برا. هنا رايحة بعد ما خليته في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، جيت باش نزينه. هنا عندي حبة نتاع البنان، وعندي الكاكاو من نوع الجيد اللي يعطاه بنة هايلة. هنا زرزرت عليها من فوق الكاكاو وقسمته كما راكم تشاهدوا في الوسط. هنا الموس نتاعي درت في الوسط هكذا، وما تخرجوش الموس وتزيدوا تدخلوه مرة واحدة، وكي تكملوا تقطعوا تمسحوا الموس، ثم تعاودوا دخلوه وتقطعوا القطعة الثانية. وهذه هي التيراميسو الشموع لنهار اليوم، ليجعل أيامكم كلها شموع ونور على نور إن شاء الله يا رب العالمين. وهذا هو التيراميسو اللي حضرته لنهار اليوم. شوفوا كيفاش خدمت هذوك المرصوات نتاع البنان، ودرت لهم عود من القرنفل في الوسط وكأنها شمعة، وزينت بها التيراميسو نتاعي كما راكم تشاهدوا. هنا ليفيغين ما درت لهمش الكاكاو ولا القطع، درت لهم الكاكاو كما راكم تشاهدوا في الصورة. نتمنى انها عجبتكم، والبنة ولا اروع. شوفوا كيفاش جات متماسكة والطبقات باينة ما شاء الله ما شاء الله، والبنة ولا اروع. نتمنى انها تعجبكم هذه الوصفة لنهار اليوم، وإلى وصفة جديدة بحول الله. نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.